السمك بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. التحديقه بتاعته دي تحديقه ناشفه، ولبسته في كيس بالطبق كده زي ما هو. العرق بتاعه هو اللي ايه يخليه حلو، زي ما بتجيبيه كده بالظبط من الايه من الشوايه من بره. هو معانا سلطه البنجر والبصل الناشف، ومعانا الرز الصياديه زي ما انتم شايفين الجمال والحلاوه دي. وتفضلوا معانا السفره كده مش ناقصه الا وجودكم معايا. اتفضلوا معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ جالنا سمك النهاردة طازة زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. بوري وشبار او بولتي زي ما انتم بتقولوا. انا جايبة البوري اللي هو اللي بيتعمل منه الفسيخ او الكنابيت، وشبار او بولتي زي ما انتم بتقولوا عليه ببلد. تمام. دي سمكة عبارة عن كيلو، دي طبة الميزان بتاعتها جايباها ب50 جنيه الكيلو. شايفين الشبارة حمرا وجميلة ازاي. دي طبة الميزان. ودي 3 بوريات او 3 سردينات كنبيت. الكيلو ب65 جنيه. انتوا بقى عندكم الكيلو بكام؟ تمام. في طريقة انا اتعلمتها من واحدة حبيبة ليا، يعني بجد لقيتها بتفرق معايا جامد في التنظيف في اكل السمك او في طعمه. بتطلع حاجات كتير. احنا بنغسل السمك كده، بننضف النخشوش بتاعه ونغسله كويس، وبعدين بنحطه في شوية مية بليمون وملح، يعني ننقعه فيهم يعني على ما نشويه او نقليه او نصحفه زي ما نحب، يعني نعمله في صينيه ولا كده. طبعا لا، هي بقى يعني لما قالت لي على الطريقه عجبتني الفكره، فقلت لا مش هستخسرها في حبايبي اللي بيشوفوني وبيشاهدوني ان انا اقول لهم عليها. هي عباره عن اننا بنجيب النضافه بتاعه السمك، اللي هي اللي بتشيل القشر او السكينه زي ما تحب، يعني مش شرط اللي عندك ايه. صليت على الرسول وحدت لا اله الا الله، قلت اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو وصلت معايا لهنا يا ريت ما تنسينيش في التعليق وتعملي لي لايك، ولو مش مشتركه معايا يا ريت تشتركي علشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله. وتكتبي لي ايه تعليقك على اللي انا قلته، او هاي الطريقه دي كويسه ولا انت بتعملها ولا ما بتعملهاش، او هتجربيها. طبعا انا نضفت شلت القشره اللي هي بتبقى على السمكه من بره. شوفوا جميله ازاي، وبتشيل من تحتها بيبقى فيه رمله وبيبقى فيه حاجات كتير جدا. فرقت معايا في الطعم. انت لو جربتيها صدقيني هتفرق معاكي، واتمنى ان انت تجربيها وتقولوا لي ان هي عجبتكم، او طعمها، او حسيتوا بفرق فعلا بين انك تشيل القشرة او ما تشيلها، يعني في فرق او لا. تمام. فديت هي قالت لي عليها بجد فرقت معايا جامد جدا. صليت على الرسول وحدت لا اله الا الله، وقلت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بجد بتطلع حاجات كتير جدا جدا، يعني مش معرفتش اوضحها لكم اساسا في الصورة، بس ان شاء الله انتم ما تاكلوها وتجربوها بالطريقة دي وتيجي تاكلوا السمك بالذات الكنابيت او البوري هتلاقوا فيها فرق. البوري او الكنابيت ده اللي هو بيتعمل منه الفسيخ. تمام. هو بقى انا بشويه بيبقى طعمه تحفة في المشوي بصراحة يعني بجد. طيب ايه بالنسبة للسمك الشبار او البولت اللي في ايدينا دي؟ ايه الفرق اللي احنا هنعمله فيها؟ الحكاية وما فيها ان انا حابة اطلع المرارة بتاعتها عشان هشويها. تمام. من غير ما افتح بطنها والكلام من ده. هي معلش كبيرة شوية كبيرة على ايدي لان ايدي صغيرة، فهي كبيرة على ايدي لانها كيلو، كبيرة وتقيلة. طبعا انا بدخل صبعي كده من بين النغشيش بتاعتها. لو انتوا بصيتوا في الحوض في المية هتلاقوا فيه ترسيبات رملة مكان القشرة بتاعت السمكة اللي انا عملتها في الاول. شايفين انا بتك على بطنها جامد ازاي بالراحة كده عشان اطلع المرارة، بحيث ان المرارة ما تتفقعش في قلبها عشان ما تمررهاش. بالراحة خالص خالص زي ما تكوني بتعملي لها مساج كده.
تمام. شايفين المراره في ايديا طالعه بحالها ازاي؟ المراره طالعه على بعضها كده. تطلعي بقى المصارين بتاعتها وتنضفيها وهي مقفوله مش مفتوحه، ما فتحتهاش عشان لا الرده تدخل في قلبها من جوه ولا حاجه. وتحشيها برضو عادي، عادي خالص كأنك فاتحة بطنها. تحشيها. طلعت مصارينها الحمد لله مش راعية، هي بطنها كلها دهن اهي. تمام. هي كانت فكرة وحبيت اوريها لكم، ما استخسرتش فيكم حاجة يعني. لما عرفت معلومة ما استخسرتهاش، بالعكس. المفروض ان احنا كل ما نعرف معلومة نقولها لبعض. عشان إيه يعني بتبقى حلوة. انت خدتي مني معلومة وانا اخد منك معلومة، دي كويسة. برضو السمكة الصغيرة انا ممكن برضو كنا نطلع المرارة بتاعتها من غير ما نضفها اهي زي ما انتم شايفين. بيبقى في ايام تلاقي السمك بطنه راعية، يعني بطنه ما فيهاش دهن بس فيها اكل، الاكل بتاعهم وكده. فبتيجي تشويها تلاقيها تقوم مفقعه منك في قلب الفرن. طب وليه؟ طب ما انا بدل ما اسيب تفقع في الفرن والسمكه تبقى بايظه ووحشه، لا انا ممكن اطلع مصارينها من جوه بالطريقه ديت وتبقى قلبها من جوه فاضي. ممكن احشيها بالدقه والتومه والشبت والكزبره والطماطم، الدقه اللي انا بعملها للسمك عادي يعني. تمام. واغسلها وانضفها واقوم حشيها من جوه كده. لا هتفقع معايا وانا بشويها، مش هتتفقع ولا اي حاجه، وتطلع كويسه وحلوه ونضيفه وفي نفس الوقت مقفوله وشكلها شيك وحلو. وحدت لا اله الا الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اتمنى من حضراتكم لو وصلتوا معايا لهنا يا ريت تسيبوا لي تعليق حلو زيكم كده عشان ارجع لكم بيه، و... و... تعملوا لي لايك. ولو مش مشتركة اتمنى ان حضرتك تشتركي. ولو استفدت من الفيديو بتاعي اتمنى ان حضرتك تقولي لي انت استفدت ايه. تمام. طبعا السمكة الكبيرة ديت انا هعملها في الصينية وهنزلها لكم برضو ان شاء الله. طبعا انا فتحتها، ولو انتوا خدتوا بالكم لو في عندك في البيت آلة زي اللي في ايدي دي كده، تمام، هتنضفي بقى. مفيش هتنضفي بالسكينة عادي، مفيهاش مشكلة خالص على فكرة يعني. مشي نفسك باللي موجود عندك وخلصي نفسك. المهم ان انت تطلعي وجبة حلوة وجميلة من ايديك كده. تمام. انا دلوقتي بشيل القشر بتاع السمكة لان انا هنضفها واعملها في الصينية. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده كده. على فكرة طريقة التنظيف شيل القشر بتاع السمك ده جميل جدا جدا ان انت بتشيليه، لان بتشيلي حاجات تانية من تحت منه. بتبقى في كائنات تحت القشرة دي على فكرة. يعني بتشيلها بتنضفيها من الرملة من الطينة من التراب من الحكة المعاكس معايا شوية بس. بقت جميلة وحلوة. لو فيها هنا سكينة بقى كمان يعني ايه مقشرة ديت في قلبها سكينة دي القشر اللي طلع من السمك بتخزنه فيها جوه وتفضيها عادي زي ما انتم شايفين كده. السكينة هي سلاح برضو تخلي بالك منه، تفتحي عادي. السمكة عمالة تجري مني لانها هي فعلا طازة لسه. انت شايفة شكلها احمر وجميل ازاي، لونها وردي وجميل حلو يعني. اهي السمكة من قلبها من جوه. لو انت بقى كنت نضفتها وسبتها مقفولة من جوه وما فتحتهاش بتقوم جايبة بقى فرشة سنان نظيفة، طبعا ما تكونش استخدمت قبل كده، دي تبقى مخصوصة وعاملاها للايه للسمك يعني. تمام. وتمسكيها بقى كنت تمديها من جوه من مكان ما انت طلعت المرارة وتغسليها بيها، هتيجي تبص تلاقي قلبها من جوه نضف زي ما انت شايفاها كده بالشكل ده كده وبقت بيضة ونضيفة. تقوم عاملة بقى معلقة ملح على معلقة دقيق على طماطمايه وتضربهم في الخلاط وليمونة، وتقوم رايحة حطاهم في قلب الايه المية تنقعهم على الأقل ساعة أو ساعتين. طبعا أنا شرحت جسمها من بره عشان اما اجي احدقها والملح والمحلول الملح والحاجات دي تدخل فيها تبقى نظيفة وحلوة وشكلها جميل جدا. وده كان تنظيف السمك معانا. ماشي. ولو طريقتي عجبتكم في تنظيف السمك اتمنى ان انتوا تقولوا ان هي عجبتكم. ولو لكم ملحوظه او انت بتعمليها بطريقه تانية يا ريت اتمنى من كل قلبي ان انت تكتبي لي وتقولي لي الطريقه بتاعتك. طبعا انا طالعه اشوي السمك اللي هو البوري زي ما انتم شايفين كده. ولعت الفرن وحطيت رده على السمك عشان اتاكد ان الفرن ارضيته حمت. اقوم راح
حاطه شويه رده كده صغيرين. شوفوا السمك مجرد ما دخل الفرن حامي طبعا بالشكل ده. البوري سمين جدا دسم، فشوفوا الشكل يعني مدخل مع نفسه كده. طبعا انا هديت النار من تحت خالص، وسبت بقى من فوق كده الشوايه من فوق عشان ايه تنشفه، وخلي السمك براحته كده علشان ما يبقاش فيه دم من جوه. سيب السمك براحته. شايفين السمك مكان البوري معلم في الصينيه ازاي؟ ده الدهن اللي فيه يعني اللي معلم في الصاجه بتاعه الفرن. طبعا عملنا ده السمك اهوت، حطينا له التحديقه بتاعته بالشكل ده كده.